الو، صباح الخير يا دكتور ممدوح. صحتي دلوقتي مفيش بعد كده. ما هو البركه فيك انت يا عدو الامراض يا قهر الميكروبات. اي خدمه. انده لك ست فاطمه؟ لا معلش يا زهرة، قولي لي، الست امل صحت ولا لسه نايمه؟ صحت من بدري؟ الساعه كام تقريبا؟ الساعه 7:30. وفطرت كويس ولا؟ شاي كومبليه بالزبده والمربى والف هنا وشفا. ايوه، خدت معلقه الدواء قبل الاكل. مع السلامه يا نصير المرضى والضعفاء. مين يا زهر؟ ده الدكتور ممدوح. كان عايز ايه؟ بيسال على ست امان. ما سألش عليا؟ لا، حتى بالاماره قلت له انده لك ست فاطمه، قال لي لا مفيش لزوم. طبعا بيسال، عايز يلهلبك ويشعوطك. هما كده الرجاله جنس نمرود. صابر، نعم يا ست هانم. هي ست فاطمة فين؟ لمحتها من شاعة تشمها في الجنينة، أروح عند أهلها؟ لا مفيش لزوم. الو، اديني الدكتور ممدوح من فضلك. الو، ممدوح، انا امال. الله يسلمك. اسمع يا ممدوح، انا عايزه اقابلك ضروري. ايوه، حكايه مهمه قوي. لا ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، لازم اقابلك ضروري. تحب تجيني هنا في المستشفى؟ لا، بعدين حد يشوفنا. ايه رايك في الجنينه اللي جنب المستشفى كده؟ مسافه السكه، انا جايه حالا. ممدوح، إذا سألتك سؤال تجاوبني بصراحة. طبعا اذا كنت اعرفه. إيه السبب اللي خلاك تأجل جوازك 6 أشهر؟ امال ارجوك اعفيني من الرد على السؤال ده. وإن قلت لك إني عارفة. عارفه؟ حكاية ال6 أشهر دي هي اللي خلتني أكتشف الحقيقة. أحمد كان في نفس الظروف، وكان برضه عايز يأجل الفرح لحد ما يلحق يرتب نفسه. ممدوح، فاطمة زي أختي وإنت زي أخويا، وفرحتي مش هتتم إلا إذا اتجوزنا كلنا في يوم واحد. أنا محوشة قرشين باسمي في البنك، محتارة أعمل فيهم إيه رأيك؟ وتسددهم لي على مهلك، وتفضل المسألة بيني وبينك. عرفت كتير يا امال، لكن زيك في النبل والرقه ما عرفتش. كان بودي اكون اسير معروفك، لكن ما اقدرش، وده اللي بيحز في قلبي. وقلبي أنا يهون عليك تكسفني. ربنا يعلم انه مش هاين عليا، لكن اعمل ايه؟ مش بايدي. انت بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ سيبيني في حالي يا امال. اخصى عليكي، انا عملت حاجه زعلتك؟ اسألي نفسك، هو انا اشتكيت منك في حاجة؟ اسمعي يا فاطمه، انا عندي فكره تساعدنا احنا الاتنين. ايه رايك ااجل انا كمان فرحي 6 أشهر؟ لا ارجوك، اتجوزي انت وما تعمليش حسابي. انت شايله همي ليه بس؟ شايله همك؟ اخصى عليكي، انت نسيتي احنا لبعض نبقى ايه؟ لا انا ما نسيتش، لكن دي مسألة تخصني انا لوحدي. خلاص
غيرت فكري. أنا حر، مش عايزة أتجوز. ليه بس يا فاطمة كده؟ ليه؟ وبتسأليني ليه؟ أنا غلطت وخليت ممدوح يخطبني غصب عني. مش عاوزاه كمان يتجوزني غصب عني. خلاص اطمنتي. سيبيني بقى في حالي. قصدها ايه فاطمة؟ لأول مرة تصدني وترفض حناني. معذورة، مش ممكن أزعل منها، عشان أنا كمان بحب وأعرف ايه معنى الحب. لازم أساعدها. أيوة، أكلم بابا في الموضوع بيني وبينه. بابا يقدر يأثر على ممدوح، بس مش لازم فاطمة تعرف. هستناها لما تنام. قضيها افكر. الهمني يا رب، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دكتور علي، انت عملت الواجب واكتر. لا يا ممدوح، لسه فاضل حاجة واحدة. ايه هي؟ انا ليا زملاء في كل انحاء العالم، اعرفهم ويعرفوني معرفة شخصية. هسافر اقابلهم واستشيرهم. هاخد التقارير دي معايا والف بيها سويسرا، فرنسا، المانيا، امريكا، حتى ان كان ولا بد هجري ورا الامل في كل حته. وايه هي الحجه اللي هتبرر بيها السفر المفاجئ ده؟ احمد وفاطمه ما عندهمش اي فكره ومش هيشكوا في حاجه، لكن امال هتقول لها ايه؟ اعمال خاصه بالمستشفى. وفكرك هتصدقها؟ لازم اخليها تصدقني. اكذب عليها مره احسن ما اقعد هنا اكذب عليها كل يوم. ما بقتش قادر ابص لها يا ممدوح. كل ما تيجي عيني في عينها اقول لنفسي يا هل ترى دي حقيقه ولا خيال؟ دي امان ولا اوهام؟ هسافر يا ممدوح، هسافر. يمكن تتحقق المعجزه، وان ما اتحققتش يمكن ربنا يرحمني واموت في الطريق واخلص من العذاب اللي انا فيه. دكتور علي، انا طول عمري احترمك كوالد واقدرك كطبيب، لكن اسمح لي اقول لك ان الكلام ده غريب على لسانك. اعذرني يا ممدوح، اعذرني. انا اب، مجرد اب بائس منكوب، عارف ان بنتي الوحيده هتموت، عارف انه محكوم عليها بالاعدام، ومش قادر اعمل حاجه ابدا. تصبح على خير يا دكتور. وانت من اهله يا ابني. ولا أدري هل مضت علي ساعة أم انقضى دهر، ولكني أعلم أنه لم يغم علي من الخوف، ولكن من هول المفاجأة.
فليس هناك شر من الموت إلا معرفة موعده. ولذلك اقتضت حكمة الله أن نأتي إلى الدنيا وأن نرحل عنها دون أن يكون لإرادتنا دخل في ذلك. وبدأت أشعر أن الحياة تعود إلي، أو أنني أعود إليها. وتعجبت، فلم يكن في قلبي أثر لحزن أو أسى، بل فراغ كبير في القلب وذهول في العاطفة وليل في الضمير جعلني أتساءل: من أنا؟ من أنا؟ ولم أعرف من أنا. فجأة رأيت شبحا آتيا نحوي من بعيد، فتملكني الرعب وأسرعت جاري لأهرب منه، وبدلا من أن أبتعد عنه اصطدمت به، وكأنما الصدمة أفاقتني، فعرفت أنني أمام خيالي، وأني كنت أحاول الهرب من نفسي، ولم أعد أسمع إلا دقات الساعة. إنها هي أيضا قلب آخر، قلب يخفق في صدر الزمن وضمير الوجود، ومن خلال دقاتها سمعت صوتا يردد: الموت حق، لست أخشى الردى، وإنما أخشى فوات الأوان. أجل، أخشى فوات الأوان. فلم نبكي الحياة ما دام الرحيل هو الهدف وهو الغاية؟ أليس موعدي مع الموت جزءا من موعدي مع الحياة؟ وفجأة تذكرت أحمد، وأدركت أنه سيعيش عبدا لآلامه وحبه لي من بعدي، فماذا أفعل لأنقذه؟ ووالدي المسكين، أي ألم سيقاسي حتى أموت؟ إن علي واجبا مقدسا نحوه. ولاح فكر جديد، ووضح لي واجبي كما وضح النهار من سواد الليل. صباح الخير يا ست امان. صباح الخير يا صابر. صبحا بدري النهارده ما شاء الله، احسن، ما فيش احسن من النوم بدري والصحو بدري. تسمحي، انا ياما لمحتك من بعيد قلت احلى ورده في الجنينه عشان ست امال. تسلم ايدك يا صابر. تسلم انت يا ست الكل. اقول لزهره تحضر لك الفطور. قول لي يا صابر. نعم يا ست هاني. زهرة عزيزة عليك؟ عزيزه علي، دي زهره شجره ومزروعه جوه قلبي. يعني تزعل لو ايه يا ست هاني؟ لو بعدت عنك، سافرت، اشتغلت في بيت تاني يعني؟ كيف يا ست هانم؟ ده انا من غير زهره حمار، من غير بردعه، غلق من غير ودان. الجرس اما اشوف مين. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا صابر. الست امال صاحيه من بدري، متوعدين اياك. صباح الخير يا امال. صباح الخير. قدامي دقيقتين بس. لسه بدري على ميعاد الكلية. اصل النهارده عندنا اجتماع اساتذه، وقلت ما دام البيت في السكه فوت اطمن عليكي بعد سهره امبارح. ما كنتش عارف ان هلاقيكي صاحيه. شوف الوردة دي، عمرك شفت أجمل منها؟ اجمل ما فيها انها من ايديكي. يا خسارة، هتدبل بسرعة. يمكن عشان كده بنحبها. ويمكن ده سر جمالها. صحيح، الواحد مش لازم يطلب من الوردة إنها تكون أكتر من ورد، تتولد في ليلة وتعيش يوم. انا ما كنتش عارف ان قلبك فيه الرقه دي كلها. في حاجات كتير في قلبي ما تعرفهاش. ده مش ذنبنا، ده ذنب الأيام اللي فرقت بينا. الايام دي هنرجعها كلها، مش ممكن في حاجه هتفرقنا بعد كده ابدا. الدقيقتين خلصوا يا أحمد. ده صحيح. اشوفك بخير. شفت دلوقتي إن في حاجات كتير ممكن تفرق بينا. الله، ايه اللي صحاكي بدري؟ دي مش عادتك ابدا. أصلي اكتشفت حاجة جديدة. حاجه جديده؟ أيوة،
اكتشفت ان الانسان بيضيع نص عمره في النوم، وانه مش لازم ابدا يفوتوا منظر الطبيعة الصبح بدري. كده؟ وانا كمان يا ستي اكتشفت حاجة جديدة. ايه هي؟ اكتشفت اني خلاص زهقت منك، انت؟ مش معقول. والدليل اني هسافر بعد يومين بالطيارة. عندي شوية شغل، الف الدنيا وانبسط واسيبك هنا لوحدك. علي بابا، هتقدر تسافر وتبعد عني؟ ليه لا؟ متأكد؟ طبعا. ومش هتعيط لما اودعك وانت بتركب الطيارة؟ لا مش هعيط، اهو. مع السلامة يا بابا. الله يسلمك يا بنتي. انت قلت انك مش هتعيط. لا مش هعيط يا بنتي، مش هعيط. بتفكري في ايه يا امال؟ فكرة قريتها من زمان وجت في بالي دلوقتي. ايه هي؟ ايه الفرق بين السفر والموت؟ الله مساك يا استاذ. ايه الحكايه يا صابر؟ شويه تفاريح كده. احنا مش هنخلص من التفريح دي. امال امبارح كان في ايه؟ لا امبارح كانت حفله زفافه على زهره، ده انا زعلان منك قوي اللي ما شرفتناش، لكن حفله الليله من غير مناسبه، خبط لزق كده. انا شايف خلق جديده. مين دول يا صابر؟ اهو كل اللي انقطعت رجلهم عن الدار جم مره واحده زي الجراد. ست امال هي اللي عزمتهم؟ ما خبرش، تلقاهم جو لوحدهم، حاكم دول وش ذلك. طيب متشكر. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا امال. ايه المفاجاه الجديده دي؟ شفت؟ مش مفاجأة لطيفة والنبي؟ جدا. بس كنت افضل لو اخدت خبر. لو اديتك خبر ما تبقاش مفاجأة. فاطمة، املي الكاسات. لا لا اعملي معروف احسن بعدين يقع نصها في الارض. الشمبانيا مش بعزاء، دي حاجه عايزه واحد اكسبير. اظن انت عارف اصحابك، ولا تحب اعرفك بيهم؟ لا مفيش لزوم، انا عارفهم كويس. حصل لي الشرف قبل كده. ادي كاس العروسه، وادي كاس العريس، وادي كاسي انا خدت اخر الازازه، يمكن ربنا يعدلها لنا كمان في صحتك. صحتك. احمد، مش هتشرب؟ انت عارفه انا ما بشربش خمره. وان حلفتك بحياتي. اقول لك ان كاس الشمبانيا ما يستاهلش. حياتك اكرم واغلى. تفتكر؟ انت عارفه انا ما اقولكيش الكلام ده على سبيل المجامله. اسمع يا استاذ، انت تعرف ان امال زي بنتي تمام، وانا ما احبش انك تكسفها. المساله ما فيهاش كسوف. كل ما في الامر ان الخمره بتاذيني. الشمبانيا بتأذي؟ ده الاطفال في اوروبا بيفطموا عليها. لازم الانسان يبسط اللي هو عايش فيه. لو كان رسمي ابني مطرحك اكيد ما كانش يكسفها، كان يراعي خاطرها على الاقل. واكد لك يا هانم ان مراعي خاطرها في اللحظه دي بالذات. ولو كان ليا شرف ان اكون ابنك اكيد كنت عرفت مزايا الشمبانيا. يعني الحق عليا؟ على رأي المثل، ما ينوب المخلص اللي تقطيع هدومه. احمد، مش هتشرب في صحتي؟ اشرب، بس اي حاجه تانية. اعمل لك كوبايه برتقال؟ هاتي له قهوه ساده. فرحة على روحك
لك ان شاء الله. وين تفرقوا على روحي؟ هنفرق مزة على الغلابة. طب والبقية دول؟ البقية؟ البقية في حياتكم. انت كنت فين من زمان؟ وحشتنا ايامك ولياليكي. ابشروا يا عيال، من هنا ورايح كل ليله بالشكل ده. لكن ما تنفعش من غير طرب. امال اذا ما كانتش فاطمه هتغني يبقى هتفرقوا المزة على روحي. لا 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 لا، هو العمر بعزقة. فاطمة والنبي ليالي العمر. أمال هتتعززي وحياة ممدوح. ماليش نفس أغني. طب وحياتي أنا؟ عايزين فاطمة، عايزين فاطمة، عايزين. هغني عشان خاطركم كلكم. خلاص فاطمة هتغني لكم ليالي العمر معدودة. اضحك. انا اتعودت اضحك. اسمع.
دكتور ممدوح، ليه عندك رجاء؟ بكل ممنونية يا أمل. أرجوك تنساني شوية صغيرة وتهتم بفاطمة شوية كتير. ده الحب أجمل شيء في الوجود، ليه تضحي بيه؟ والعمر واحد، ليه تشيل همه؟ بتقولي إيه يا أمل؟ ما بقولش حاجة. سكرانة فندتين. نعم. أنا بدي أفهم الدكتور ممدوح خاطب أنهي واحدة فيهم؟ أمال ولا فاطمة؟ والله يعني بقى انا يعني مش خبير في علم المثلثات. أمال. بعدين معاك، تعالى معايا. فاطمة، تسمحي يكون لك الشرف وترقصي معايا؟ تسمح تتركن انت على جنب؟ فاطمة، اتفضلي استلمي خطيبك وخلصيني منه بقى، انا عندي ضيوف كتير خالص. انتوا ما تعرفوش بقى؟ الدكتور ممدوح خطيبك، الانسة فاطمة خطيبتك. تشرفني. اتلهي انت وتعالى معايا بس. انت كمان بتسلميني، انت ما تعرفيش انا مين انا؟ عارفة انت مين؟ سكرانة فندة تينا وهترقص مع سكرانة هانم تينا. تعال نروح الفرندا نمضي المعاهدة. رسمي؟ اي هات ازازة ويسكي وتلج وصودا وحصلونا على التراس. وماشي يا رسمي. مش مودياني ازاي؟ احنا لسه ما رقصناش يا امال اهو. هنرقص دلوقتي حالا، استنى بس. يلا بينا بقى نرقص. نرقص. يلا. يا دكتور ممدوح، إذا كان وراك حاجة أهم اتفضل. قصدك إيه يا فاطمة؟ ما تغصبش نفسك على حاجة مالكش رغبة فيها. فاطمة أرجوكي، أنا مش عارف أقول لك إيه. أقول لك أنا غصبتك وخليتك تخطبني غصب عنك. دلوقتي أنا بحلك من وعدك. فاطمة أنا بحبك يا فاطمة، ما كنتش أفتكر إنك طفلة صغيرة للدرجة دي. طفلة صغيرة لو صدق كلامك. أنا عارفة كل حاجة، لولا وعدي للدكتور علي ما كنتش قعدت دقيقة واحدة في البيت ده. فاطمة فاطمة، فين الويسكي؟ الويسكي! يا جدع الويسكي. الويسكي! ايوه جاي. حضرات السكرانين المحترمين وحضرات الفايقين الغير محترمين، يشكركم يا حضرات السكرانين. الإجازة دي عمرها قصير قوي. مسكينة. دلوقتي هتشربوا ويسكي كلكم. افتحوا بقى. امان، في ايه يا امان؟ لا مؤاخذة يا جماعة، أصلي سكرت شوية. تبقي نقلت المعاد. أيوة، أصلي تعبانة قوي. نعمل هدنة لغاية بكرة. لا عشان خاطري بكرة هعزمكم كلكم في كازينو مونte كارلو.
كوباية مية من فضلك يا دكتور. ايه الحكاية يا امال؟ الدنيا بخير يا ممدوح، مادام فيها إنسان زيك. ارجوكي ما تتهربيش من سؤالي. اقدر افهم ايه اللي بتعمليه ده وغرضك من كده ايه؟ هيكون إيه؟ حفلة زي ما أنت شايف. واحمد فين امال؟ كان هنا، ما غابش عن عيني لحظة. تفتكر انه يوافقك على اللي بتعمليه ده؟ ما سألتوش عشان أقولك. امال، اللي بيكلمك دلوقتي ممدوح مش الدكتور ممدوح. انا ملاحظ ان تصرفاتك اليومين دول غريبة، خصوصا بالنسبة لاحمد. اقدر افهم تقصدي من كده ايه؟ جاوبني وأنا أقولك. فاضل لي قد إيه يا دكتور؟ كام شهر؟ وكم يوم؟ وكم ساعة؟ ما بتردش ليه؟ خايف تكون الصدمة أقوى من شجاعتي، ولا صعبان عليك قلبي؟ اطمن، أنا عرفت كل حاجة، واديك زي ما انت شايف ما متش من الصدمة. امال، مش دي الحقيقة؟ مش ده السر اللي خلى بابا يقدم ميعاد الفرح ويسافر بعد كده؟ انت نفسك أجلت جوازك ليه؟ مش ده المانع اللي ما كنتش قادر تواجهني بيه؟ دلوقتي أنا عرفت كل حاجة ومش خايفة. مش خايفة على نفسي، لكن خايفة على أحمد. خايفة على احمد؟ انت عارف قد ايه هو بيحبني. حبه ده هو اللي مخوف. ذنبه ايه يعيش من بعدي وحيد يائس؟ ليه يربط مصيره بمصيري؟ عشان يعيش سعيد لازم اموت حبه قبل. امال، ما تقوليش كده يا امال. ممدوح، انت تعرف يعني ايه معنى الحب، وفي ايدك انك تساعدني. اوعدني بشرفك انك ما تقولش لاحمد حاجه. اوعدك يا امال، لكن ما اضمنش. عم حمزه مش كده؟ ايوه، انت عارفة عم حمزة يعزك قد بنته تمام، ومش هتخيل عليه لعبتك. واحمد قريبه مش بعيد يصارحه بالحقيقة. انت تقدر تخليه في صفنا، تقدر تخليه يساعدنا. ده راجل قلبه كبير وهيفهم غرضي ايه. لكن اللي ما تعرفيش يا امال ان عم حمزة ما قبلش كلمة الطب قضية مسلمة. ده راجل ايمانه فوق العلم. اذا صدق الايمان هحلكم من وعدكم. انا ساعتها هطلب منكم تقولوا الحقيقه وترجعوا لي احمد. اوعدني، انا دلوقتي بكلم ممدوح مش الدكتور ممدوح. ارجوك. اوعدك يا امال. كتر خيرك، تصبح على خير. وانت من اهله. يا خساره، مش قادره اقولك عمري ما هنسى جميلك. كنت بقول يا رب الاقي صحي. ليه؟ في حاجة؟ ايوه، مسألة كنت عايزة اخد رأيك فيها. انا كمان كنت مستنياك. ليه؟ عايزة اسألك سؤال بس جاوبيني بصراحة. طبعا يا فاطمة. انت بتحبي احمد؟ يعني ما بترديش؟ فكرك هيفضل مستحمل لحد امتى؟ استحمل ايه؟ معاملتك الشاذة له ما بقيتيش تعملي حسابه في حاجة ابدا، كأنه مش خطيبك.
انت صحيح بتحبيه؟ اقول لك الحق، كان متهيألي اني بحبه وبتقوليها كده بمنتهى السهولة. اعمل ايه؟ قلبي خدعني، ضحك عليا. فاكرة مش قلتلك مرة انه مش ناوي حتى يقطع تذكرة ترسه في القشاش؟ اهو كلامي طلع مظبوط. وما دام انت عارفة كده، ليه خليتيه يحبك؟ ليه خليتيه يعتقد في يوم من الايام انك مثله الاعلى؟ ما كنتش اعرف ايه اللي في قلبي. يبقى عمرك ما حبيتيه؟ يمكن. مش يمكن، ده اكيد. الحب مش كده ابدا، الحب تضحية قبل كل شيء. صحيح يا فاطمة، يعني لو تعرفي ان سعادة ممدوح في انه ينساكي تضحي بيه وتعيشي سعيدة. طبعا. دي الحاجة اللي كنت عايزة اسألك عليها. دلوقتي انا استريحت. لا استريحت، اديني اطمنت. مين؟ دكتور ممدوح؟ ست فاطمة أيوة موجودة. صاحية من نجمة يا عيني. حالا أندهالك. ست فاطمة، ست فاطمة، ست فاطمة. في ايه يا زهر؟ تعالي كلمي. كلم مين؟ الدكتور ممدوح بيسأل عليك. بيسأل عليا انا؟ أمال يعني عليا أنا؟ قولي له مش موجودة. ردي عليه والنبي. هي كلمة واحدة، قلت لك قولي له مش موجودة. حاضر. الست بتقول لحضرتك مش موجودة. يا طعن. لا 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 لا، عايزة تقول لحضرتك إنها ما هياش موجودة. يا برضه لا. مفهوم مفهوم. أشكرك يا زهرة. ادخل. أحمد. صباح الخير يا ممدوح. صباح الخير يا أحمد. قول لي يا ممدوح، ما تعرفش عم حمزة لاقيه فين؟ والله هو كان هنا لحد امبارح وسافر العزبة. أنت عايزه في حاجة ضروري؟ ايوه، حاجة مهمة جدا وما بقتش تستحمل تأكيد. للدرجة دي؟ ايوه. أقدر أعرفها؟ والله انت مش غريب يا ممدوح، واصرح لك بكل حاجة. امال احوالها مش عجباني. ليه لا سمح الله؟ انا نفسي مش عارف، بتهيألي في حاجة غيرتها مرة واحدة، سر مش فاهمه، مش لاقي له اي تعليل. تقصد إيه؟ اظن انت ملاحظ كل حاجة، سهرات وحفلات كأن ملهاش بيت. لكن ده شيء مش جديد عليها. شيء مش جديد عليها؟ طبعا. أمال طول عمرها كده، طريقة عيشتها كده. أنا شخصيا كنت معتقد إنك عارف وفاهم كل حاجة. غريبة، لما رجعت من أوروبا ظهرت لي بمظهر خلاف كده خالص. أحمد، إحنا زي الإخوات، وأنا شايف إنك متضايق شوية، علشان كده لازم أصارحك بالحقيقة كلها. من الأفضل علشان سعادتكم انتوا الاتنين إنك تعرف من هنا ورايح اللي ليك واللي عليك. أمال بنت زوات، طول عمرها عايشة في الوسط اللي له نظرياته وآراءه اللي تختلف عن الحياة كلها. وفوق كده متدلعة، أبوها ما يرفض لهاش طلب أبدا، وهي تنتظر منك طبعا إنك تجاري الوسط اللي هي عايشة فيه. الكلام ده أنا سمعته قبل كده. هي اللي قالته لك؟ لا، من رسمية هانم. صدقت بقى؟ وإذا ما قبلتش الأوضاع دي كلها؟ ضروري يا أحمد، وإلا إيه يا ممدوح؟ اسمع، وأنا صغير انضربت مرة بالكرباج، مرة واحدة، لكن مش هنضرب تاني. أستاذ أحمد، مساء الخير. قولي لي يا زهرة، ستك أمال موجودة؟ خرجت يا سيدي. خرجت من دلوقت والساعة لسه 7:30. جم خدوها ال40 حرامي تتعشى وتسهر زي عوايتها. انت فين يا علي بابا؟ طيب يا زهرة. أحمد،
اسمح لي، عاوزة أكلمك كلمتين. ايوه يا فاطمه. اسمع يا أحمد، مش هين عليا أبقى شايفة اللي شايفاه وما أقولكش. أحمد، أنت أحسن لك تبعد عن طريق أمل. ليه يا فاطمه؟ أمل ما بتحبكش. سامحني يا أحمد، ما كنتش أتمنى أقول الكلمة دي أبدا، لكن أنت أخويا، ما أحبش حد يهين كرامتك. انا عارف يا فاطمه وشايف، وعشان كده كنت جاي هنا عشان اصفي الموقف اللي بيني وبينها. على كل حال انا مش عارف اشكرك ازاي، انت والدكتور ممدوح. ممدوح؟ ايوه، كنت عنده فتح عيني على حاجات كتير، من رايه هو كمان ان اصرف نظر عنها. بتعيطي ليه يا فاطمه؟ لو تعرف هو قال لك كده ليه؟ ليه؟ علشان بيحبوا بعض. بتقول ايه يا فاطمه؟ ايوه، كل يوم بيتكلموا في التليفون وبيتقابلوا سوا من ورايا، دايما شايفاهم مع بعض. وايه اللي كان مسكتك لحد دلوقتي؟ افضلهم عليا، مش ممكن انساها. مش عايزه اعمل لهم فضيحه وانا واكله عيشهم وملحهم. اشتروني بالمعروف زي ما اشتروك انت بالفلوس. فلوس؟ فلوس ايه يا فاطمه؟ الفلوس اللي كان بيبعتها لك بابا وانت بره، كان بياخدها من الدكتور علي. أحمد، الليلة دي مش جاي لي نوم أبدا. لا يا امال، لما تستريحي في سريرك هتنامي على طول. أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه يا ممدوح. أحمد، ايوه احمد. إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ السؤال ده يصح توجهيه للدكتور اللي اتكشف ستره وسترك. انا مش مغفل للدرجه دي يا امال. انا فعلا ما كنتش ناوي اخش البيت ده، لكن مع الاسف ما اقدرش ادور عليكي بين الصالات والكباريهات. أنا حرة. فعلا انت حره وانا حر. قدرتي تهدمي في كام يوم حب ما قدرتش عليه السنين. وجاية حضرتك نص الليل عشان تسمعني الكلمة دي؟ لا ابدا، في حسبه صغيره، دين بسيط لازم اوفيه. اتفضلي اشتروا بيها كرابيج للي يحبوكم، وقولوا للدكتور علي بقينا فاضيين. امال، خلاص يا ممدوح، الحياة والموت دلوقتي بالنسبة لي سيان. لكن اللي صعبان عليا انت. انا سلمت معاك وفاطمة دلوقتي بس عرفت ليه كانت بتسألني الأسئلة دي كلها. بحب بيها وكنت تقدر تقول لها، كنت تقدر تمرق نفسك بكلمة واحدة، كنت تقدر تقول لها ليه جواز متأجل 6 أشهر عشان أمل هتموت بعد 6 أشهر. يا حبيبتي يا فاطمة مسكينة، سلامتي معايا. سامحيني يا أمل، يا ريت ظنوني كانت في محلها وأنا أعيش وأسمع اللي سمعته. ما تقوليش كده يا فندم. إن كنت بتعزيني صحيح لازم تفهمي إن ممدوح أنبل إنسان في الدنيا. ممدوح، سامحني يا ممدوح. مساء الخير يا جماعة. عم حمزة، ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا عم حمزة. طمنيني يا بنتي، ايه اللي سمعته من ممدوح ده؟ اللي سمعته صحيح يا عم حمزة، أنا عارفة كل حاجة، عارفة إن أيامي في الدنيا معدودة. ربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي يعرف عددها، ومين يا بنتي أيامه في الدنيا مش معدودة؟ أنا مش خايفة من حاجة، وما كانش في داعي تتعب نفسك وتيجي من العزبة نص الليل عشان أنا مش جاي عشان كده. أنا راجل علمي على قدي ومعرفش في المستقبل إلا إنه بيد الله. أنا اللي جابني التلغراف ده. تلغراف؟ أيوة، تلغراف من الدكتور علي.
أصل الليلة الخميس الساعة 1 صباحا لمطار القاهرة الدولي. علي صوتك. الساعة 12 وربع، يا دوب توصلوا المطار. وانت مش هتيجي معانا؟ لا أنا تعبانة شوية، وما أحبش إن بابا أول ما يجي يلاقيني في الحالة دي. قبل ما يجي يكون أنا استريحت شوية. اللي تشوفيه يا بنتي وهي فاطمة معاكي. اتفضل يا دكتور ممدوح. عم حمزة، ممدوح. خير يا بنتي؟ نسيت حاجة، عاوزاكم توصلوا دول لبابا. واحدة على الخد الشمال وواحدة على الخد اليمين، لأني تمام رحت أقابله هناك. أمل، تعال استريح شوية في السرير. لو عيطت هخصك. خلاص مش هعيط تاني. اوعي تقولي لأحمد حاجة من اللي سمعتيها. اوعديني، اوعدك. في حاجة هطلبها منك. اللي تطلبيه يا أبا. في أول كل ربيع اطفي أجمل وردة في الجنينة، وروحي هناك في البحر، في أجمل حتة خلقها ربنا، الحتة اللي حبيناها سوا واتفسحنا فيها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني. دمعات يا فاطمة، هكون مستنياكي. اوعديني يا فاطمة في أول كل ربيع. اوعدك. حبيبي علي بابا، ما تحاولش تدور عليا وسامحني. كنت اتمنى اشوفك لاخر مرة، لكن خايفة تخني شجاعتي. مش عاوزك ترجع للعذاب اللي قسيته قبل سفرك. مش عايزة اشوفك بتموت في كل دقيقة عشان خاطري. مش هودعك يا بابا، عشان ما فيش حاجة تقدر تفرق بينا حتى الموت. محتاجة لكل شجاعتي عشان أهرب منهم وأنفذ اللي صممت عليه. صحيح إنهم هيتألموا، لكن عذاب ساعة ولا كل ساعة. يا بخت اللي ماتوا قبل ما يتمنوا إنهم يموتوا. الموت هو الراحة الوحيدة. ولما
وصلت الفيلا في اسكندرية اطمنت انهم مش هيقدروا يحصلوني في رحلة الموت. انا طلبت البيت في مصر من سنة ولا من ساعة. ليه الطلب اتأخر كده؟ نفسي اكلم بابا لآخر مرة واودعه. الو. ايوه. الو. علي بابا. الحمد لله على السلامة يا بابا. بنتي حبيبتي، ايه اللي كتبتيه في الجواب ده يا امال؟ كده تحرميني اني اشوفك بعد الغيبة الطويلة دي. غصب عني، غصب عني يا بابا. أنا كل اللي فاضل لي أسمع صوتك. ما تقوليش كده يا امال، ارحميني يا بنتي وارحمي نفسك. في حاجة مهمة عاوز اقولها لك. لأول مرة العملية نجحت في ألمانيا، والدكتور اللي قام بيها جبته معايا. كفاية يا بابا كفاية. أنا كل أمل جديد بيموتني من جديد. ما أقدرش أعيش بالأمل. أمال صدقيني يا بنتي، حرام عليك. أمال بنتي، أمال. مسكين يا بابا، مش هين عليا أسيبك، لكن أعمل إيه؟ على كل حال كنا هنفترق عن بعض. مكتوب لك تحزن علي. وانت يا أحمد، أتمنى لك تلاقي السعادة اللي ما قدرتش أنا اديها لك، ويمكن معادي مع الموت يكون معادك انت مع الحياة. بسرعة بسرعة يا ممدوح، اعمل معروف. يا ترى هي هتكون فين دلوقتي؟ علمك يا ابني، هندور عليها في كل حتة. الحتة اللي حبيناها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني. ده معادي يا فاطمة، هكون مستنياكي. ممدوح بلاش تروح على الفيلا، حاول يمينك على البحر على طول. بنتي يا حبيبتي يا بنتي. أمال 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 يا بنتي، بنتي يا حبيبتي. أمان حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. نبض ضعيف، في امل. يا ما انت كريم يا حمزة. اتصلوا حالا بالمستشفى في مصر، خليهم يحضروا اوضه العمليات، واتصلوا بالدكتور الالماني في سيمراميس. اوام يا حمزة. قول لي يا ممدوح، الحكيم الألماني كان بيقول إيه للدكتور علي؟ كان بيقول له انه مستعد لاخر لحظه يحله من وعده. صحيح العمليه دي نجحت قبل كده مره، يمكن تنجح المره دي كمان، لكن مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ المهم انه يكون عندها هي الرغبه انها تعيش. اذا قدرت تقاوم لغايه الربيع يكون ربنا كتب لها عمر جديد.
ادعي لها يا بنت تعيش لحد الربيع. النهارده أول يوم في الربيع وجاي متأخر. حجتي معايا، كنت بجيب لك اول ورده فتحها الربيع. العروسة اللي وقعت مني زمان في الترع زيها تمام. من عهد الطفولة إليك في ربيع العمر، أحمد عبد الرحمن. يا ترى لما هشوفه هعرفه؟ انت متأكدة انه جاي؟ يمكن يخاف يجي لحسن يجي يكلمني تروح ضربه زي جدي ما كان بيعمل. الظاهر اني هضربك انت مش هو. يا بنتي عقلية زمان كانت عقلية رجعية سخيفة. خلاص الدنيا اتغيرت، والناس دلوقتي اصبحت ما بتقولش ده ابن مين، بيقولوا ده عمل ايه. تعجبني يا علي بابا، هو أنا بحبك من شوية؟ يعني عايزة تقولي انك بتحبيني قوي 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 قوي، لدرجة إن ما كنتش علي بابا كنت اتجوزت. الله، على فكرة ما سألتنيش يعني. على إيه؟ مش ملاحظة حاجة ناقصة هنا؟ أيوة صحيح، فين هديتك؟ تسمح تطلعها من جيبك؟ عاوزاني اطلع لك لانش من جيبي؟ لانش؟ طبعا، هو علي بابا شوية في البلد؟ انت مش طول عمرك كنت بتتمني ان يكون عندك لانش في البحر تتفسحي بيه وتروحي مطرح ما يعجبك؟ خلاص يا ستي، من بكرة الصبح في الحتة اللي بتحبيها تلاقي اللانش واقف بيقول لك احنا في الخدمة. يا حبيبي يا علي بابا، بموت فيك أنا مش عارفة أشكرك إزاي. اقول لك تشكريني ازاي؟ خلي بالك من صحتك كويس. أكتر من كده؟ لا أنت زودتها قوي. مش كفاية الفيتامينات اللي عمال تديني؟ إي وبي وسي ودي وكل الحروف الأبجدية اديتها لي. انت عارفة يا بنتي ان علي بابا طماع حبتين، لانه مالوش في الدنيا غيري، ومصمم انه يحضر 100 عيد ميلاد زي ده. يا حبيبي يا علي بابا انت. بقى انا بدور عليكم الصبح وانتوا نازلين غراميات هنا. في ايه يا عم حمد؟ في ايه؟ في رسميه هاني. مالها؟ بقالها ساعة ماسكة صراصير وداني وهات يا دش، محكمة رأيها لازم تقعدوا يا الدكتور علي سيب العيلة، وراسها وألف كوباية شربات لازم أدور عليك. برضه أصول لازم أقعد معاها شوية. على كل حال دول قرايبنا وضيوفنا والواجب إكرامهم، وأنت كمان يا أمان لازم تقعدي معاهم شوية. طبعا يا بابا. أحمد لسه ما جاش ولا بال. يا ترى إيه اللي أخرك؟ مش وقته دلوقتي، المعازيم بره قلقانة وبيسألوا عليكي، اتفضلي معايا. ممدوح، أنا هنا. فاطمة، أنا مخصماك. خصماني ليه؟ إن ما سألتش عليك ما تسألش عليا. لا أبدا يا فاطمة. طب ده حتى زهرة وهي بتقول لي كنت لسه بسأل روح يا ترى أنت فين؟ أنا هنا. طب بتعملي إيه هنا لوحدك؟ بعد النجوم. ياه، وطلعوا كام نجمة؟ ما قدرتش أعدهم كلهم علشان كنت بفكر. تفكري في إيه؟ في الدنيا، في المستقبل. قلبي تعب. سلامة قلبك يا فاطمة. انت تفهم في القلب كويس يا ممدوح؟ بيقولوا كده. طب خد ايدي وشوف لي خط القلب. لا أنا دكتور مش عراف. يا خسارة. ليه؟ كنت عرفت ايه اللي في قلبي. سامع؟ متأسف قوي يا فاطمة، السماعة مش معايا. انا ما بقولكش على قلبي دلوقتي. ما بتقولي لي على إيه بس؟ بقولك على المزيكا اللي جوه، اسطوانة جديدة، نغمة جنان، تيجي نرقص؟ إذا كان ده ما يضايقكيش. يضايقني؟ ده الرقص دوا يا دكتور، بس لو كنت تعرف. تراهنيني يا امل على ايه؟ على ان اللي شاغل بالك مش جاي دلوقتي. قلبي بيقول لي.
امال. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يا امال. عرفت منين إني أمل؟ من عينيكي، من ابتسامتك. وانت عرفتيني ازاي؟ كنت في انتظارك حاجة تانية كمان. دي مش كده؟ الله، احنا مالنا واقفين كده؟ اتفضل، بابا كان بيسأل عليك، عايز يشوفك. اهلا اهلا احمد، تعالى يا ابني. استاذ احمد، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور علي. اتفضل، ده رسميه هانم خيرت، الاستاذ احمد عبد الرحمن. تشرفنا. شرف ليا يا هانم. اتفضل يا ابني، اقعد اقعد. بسم الله ما شاء الله، كبرت وبقيت راجل يا احمد اهو. حذر، أنا مين؟ دي لازم فاطمه. أحمد. فاطمه، الحمد لله على ازيك السلامة يا يا فاطمه؟ أحمد. الله يسلمك، ازاي صحتك؟ الله ايه يسلمك. الجمال ده كله؟ ده انت بقيت عروسه اهو، بحق وحقيقي. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ طبعا جد. سامع كلام الجد. قصدي يعني ما عرفتكوش على بعض. الدكتور ممدوح، الأستاذ أحمد. تشرفنا. يا ترى الاستاذ يبقى من قرايبنا وانا مش دريانه؟ احمد يا ست رسميه ما هوش غريب، المرحوم والده كان من اخلص الناس عندنا في الدايره، وعلاوه على ذلك فاطمه تبقى اخته في الرضاعه. الباشا الله يرحمه يا ما حكالنا عليه. تشرفنا يا استاذ. أحمد، أنا نسيت أجيب لك حاجة، تحب تشرب إيه؟ اذا سمحتي شربات عيد ميلادك. دقيقة واحدة عن إذنكم. وانت يا ابني بقى ناوي تعمل ايه بعد ما رجعت من اوروبا وخدت الدبلوم والحمد لله؟ زهرة، اعملي كوباية شربات حالا. من عينيا يا ستي. اوديها لسي احمد؟ لا، أنا هوديها له بنفسي. حاضر. كده يا امل، تسيبيني في وسط راسه عشان خاطر الافندي ده. ده أحمد يا ريت. اللي كان يسمعك وانت بتتكلمي عنه كان يفتكره كلارك جبل، اتريه الولد بتاع زمان. اتفضلي يا ست الشربات. انت هاتي لي واحد ويسكي. ما هو البلاش كتر منه. اتفضل يا أحمد. اشكرك يا امال، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ودلوقتي بعد إذنكم هاخد أحمد معايا. على فين؟ نرقص سوا. أنا حاجزاله رقصة من 7 سنين. اتفضلوا. عن اذنكم. وانتوا ما ترقصوا ولا هتذنبوا نفسكم جنبنا؟ مين كان يقول إن الأيام هتدور ونرجع نتقابل بعد السنين الطويلة دي كلها؟ لا، وفي ليله عيد ميلادك. عيد ميلادي ده هدية منك. أنا اتولدت من جديد يوم ما أنقذت حياتي. أنا متهيألي إن إحنا الاتنين على ميعاد الليلة دي. ومين قال لك اني ما كنتش عامل حسابي عشان الحق الميعاد ده؟ صحيح؟ يعني كنت فاكر عيد ميلادي؟ طبعا فاكر كل حاجه. فاكره يا امال الترعه الصغيره اللي كانت على الطريق الزراعي، وشجرة التوت اللي كانت بتخوفنا بالليل، والقمر اللي كان بيستحمى في الميه، والطيارات الورق، والفيونكه اللي في شعرك، وحكايات عم رضوان اللي كانت ما تخليناش ننام طول الليل. والعروسه اللي كنت بتحبيها الصغيره. كانت ضايعة مني ولقيتها النهاردة. رجعت تقول لي كان يا مكان وكنا صغيرين. ودلوقتي كبرنا يا خساره. وراحت أيام زمان. يا ريت الواحد كان يقدر يعيش في أيام زمان. أنا سامعة صفارة قطر جاي من بعيد. أنت رجعت بالديزل يا أحمد؟ ديزل؟ ديزل ايه يا فاطمه؟ هو في ديزل في الميه؟ طبعا. الله، أمال مهندس إزاي؟ لا، أنت الظاهر اتعلمت طب مش هندسة. طب اسكتي بقى لحسن بعدين أحولك على بره علشان خاطر أحمد مش هتصادم معاك. هي فاطمه كانت بتقول ايه؟ انا ما فهمتش حاجه ابدا. إيه على طول تهزر كده؟ الظاهر عليكم بتحبوا بعض خالص. الروح بالروح. ست امان، ست امان، زهرة عاوزاكي فوت السفرة. ليه في إيه؟ مخلبطة خالص وما عرفاش تقعد الناس مين جار مين. طيب أنا جاية حالا. عن إذنك أنا راجعة لك على طول. يا استاذ احمد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا الرسمي خيرت. انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ قريب امال والجماعه اعز اصدقائها. تشرفنا. اقدم لكم الاستاذ احمد عبد الرحمن المهندس، اخو فاطمه في الرضاعه. كده. اهلا وسهلا. الاستاذ يحب يشرب ايه بقى؟ والله انا ما بشربش خمره، ليه؟ اتعودت اعيش من غيرها. امال رحت اوروبا تعمل ايه؟ انا رحت اوروبا عشان اتعلم. يا جماعه خلاص ما تكسفوهوش، شوفوا كم متعود يشرب ايه واديهوله. وهو كذلك. الاستاذ يحب يشرب ايه؟ اي حاجه غير الخمره. بيريين مثلا؟ مثلا.
كنت بتشربها بالقلة ولا واخد معاك زير؟ صحيح، قول لنا يا استاذ، تفضل القله ولا الزير؟ شوف حضرتك أنهي فيهم ينكسر بسهولة على راس واحد قليل الأدب. مين فينا قليل الادب يا استاذ؟ قول لي. قليل الادب فينا ينضرب بالكرباج. ما بدري يا استاذ. الله، وانت احمد رايح فين؟ يكونش مرافق؟ رايح فين يا احمد؟ حصل حاجه؟ الظاهر إن في جماعة مش راضيين عن وجودي، فضلت انسحب من سكات. كده من غير ما تديني خبر؟ ده يصح؟ أنا خفت مملكش أعصابي، وفضلت ما ازعجش حد في ليلة زي دي. انا متاسفه يا احمد اذا كان حد جرح شعورك. انا عارفه ان في ناس هنا ما تحترمش اي شيء في الدنيا. ما دام عارفة كده يا أمال، إيه اللي يخليك تفتحي لهم بيتك وقلبك؟ بيتي بس من فضلك، وده بحكم الوسط اللي عايشين فيه، واجبات ما نقدرش نهرب منها. يبقى أهرب أنا. بتتكلم جد؟ افهميني يا أمال، أنا فعلا غريب في وسط جماعة زي دول، لا أقدر أفهمهم ولا يقدروا هم يفهموني. مش من حق ألومهم، لكن ما أقدرش أجاريهم. انا مش طالبه منك تجاريهم يا احمد، كل اللي اطلبه ان وجودهم ما يبعدكش عننا زي زمان. مش معقول. يعني هتزورنا مره تانية؟ ضروري. خد بالك ان ما وفيتش بوعدك هعمل زي ايام زمان. زي أيام زمان؟ ايوه، يوم ما فرقونا عن بعض واحنا صغيرين قعدت اعيط لما قلت يا بس، وانت كمان عيطت. يمكن، لكن بعد كده الحياة علمتني إن الدموع أغلى من أي شيء نبكي عليه. تصبحي على خير يا أمال. وانت من اهله. وكان أحمد عند وعده، وتجددت أحلام صبانا، وبدأت رحلة العمر. وخيل إلي أنني على موعد جديد مع الحياة، وخفق قلبي بشعور لم أكن أعهده من قبل. عرفت أنه الحب. إنني بجواري أعيش حلما جميلا أود ألا أصحو منه، وكنت أتمنى أن تقف عجلة الزمن فلا تمر الأيام السعيدة وتصبح مجرد ذكرى، ولا يكتب للحب أن يكون عمره مثل عمر الورود. فقد أصبحت الدنيا في نظري جنة لاتنين. وفي ذات يوم كان أحمد ينتظرني على الشاطئ عند سفح المرتفعات، وقد بدأت الشمس تميل إلى الغروب، وخشيت أن أتأخر عن موعدي فأخذت أجري نحوه. وكان هناك سؤال يتردد في خاطري: هل من الممكن أن يتحمل القلب كل هذه السعادة؟ وفجأة أمال، أمال، مالك يا أمال؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا أمال؟ أحمد، مالك يا روحي؟ الحمد لله على اللي جرالي، خلاني أعرف إنك بتحبني قد ما بحبك. طول عمري بحبك يا أمال، وعمري ما حبيت غيرك. لما شفت اللي جرالك ده قدام عينيا حسيت. اطمن يا أحمد، دي نوبة وعدت. حصلت لك قبل كده؟ لا، ومش هتحصل لي تاني. قلبي دلوقتي مش ملكي، تسمح تديني ايدك؟ ايدي وقلبي علشانك طول العمر. ده عهد، وادي الشمس قبل ما تغرب شاهدة عليك. ده عهد يا أمال، وربنا هو اللي شاهد عليا. أحمد، أنا ما تعودتش أخبي على بابا حاجة أبدا، أنا هقوله. أظن يا أمال الوقت مش مناسب، أنت عارفة ملياش إرادة غير مهيتي. أنا عارفة نفسي وعارفة بابا كويس، أول ما أوصل البيت هكلمه في التليفون. بس يا أمال. أحمد، الماديات ملهاش حساب في دنيتنا، دنيتنا جنة الاتنين. زي ما أنت عايزة،
بس بعد كده ذنبك على جنب. مالكش دعوة، أنا قابلة. كنت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكايتك؟ تفتكروا لو اطلب علي بابا دلوقتي في التليفون الاقيه في المستشفى ولا في البيت؟ تلاقيه هنا. علي بابا مش نايم. بابا انت هنا يا حبيبي. يا علي بابا يا روحي. مفيش علي بابا، سيبك من شغل الاونطه ده. انا جيت من مصر مخصوص عشان اكلمك في حاجه مهمه. اتفضلي معايا. على فين؟ تعالي معايا، اتفضلي. اتفضلي اقعدي هنا. اقعدي. ايه حكايتك النهارده يا علي بابا؟ اقعدي. الجواب ده جاني من رسمية هانم، تسمحي تقريه؟ صحيح انك وسي احمد دايرين على حل شعركم وانكم ليل ونهار مع بعض؟ كل كلمة وكل حرف في الجواب ده مظبوط واكتر شوية يا علي بابا. يعني ايوه، احمد بيحبني وانا بحبه، وكنت جاية النهاردة اكلمك في التليفون واقول لك يا علي بابا احمد هيجيلك ويكلمك في موضوع مهم بس خالص. ولا كلمة زيادة. اعملوا حسابكم كلكم معايا بكرة على مصر، وفي اقرب فرصة هنحتفل بالخطوبة هناك، وانت هتلاقي احسن من احمد فين. يا حبيبي يا علي بابا ربنا ما يحرمنيش منك، انت احسن بابا في الدنيا كلها. شاغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، يا شاغلني وقلبك خالي ومسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. مبروك يا دكتور. الله يبارك. الشهادة لله الأستاذ أحمد طلع بخته في السما، بص لفوق ولا تعبش. عقبال شربت الفرح. عقبال فضل ان شاء الله. سامع الكلام اللي يرد الروح يا دكتور ممدوح، زي القمر بس ما عندهاش بخت. حبك باين في عينيا وفي لمس ايدك ليديا، اذا كنت مخبي عليا ما تقولي وترحم حالي، اعمل لك ايه معرفش، حيرتني ليه معرفش، لو تفهمني يا غالي يا مسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. سامع ولا ترجم لك اللي بتغنيه؟ انا مش فاهم حاجه. افهمك وامري الى الله، الست فاطمه بتحبك. مين يا زهره؟ الطبيبه المداويه. مين؟ بتحبك يا دكتور والنبي بتحبك. انا؟ ما اعرفش. وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، وياك الدواء ونسيني وبنار الحب كويني، ارحمني في يوم وداويني بالكلمة اللي تقولها لي، قلبك مشغول والامتى هقول بزيادة بقى اللي جرالي، يا مسهر عيني ليالي، كل الأحباب اتهنوا عقبالي معاك عقبالي، يا شاغلني يا شاغلني يا شاغلني وقلبك خالي. استنى ايه يا دكتور، اجي معاك.
لا انا هكلمها بنفسي. كتر خيرك يا زهرة. عقبال يا رب، عقبال. فاطمة، فاطمة، انا هنا يا ممدوح. فاطمة، أنا سمعت الغنوة. وفهمت ايه معناها؟ أيوه فاطمة، أنا عاوز أقول لك قول يا ممدوح. أنا دكتور، يعني وقتي مش ملكي، وقتي كله ملك المستشفى والعيانين. وفيها ايه دي بس؟ يعني اللي ترضى تتجوزني يمكن تبقى مظلومة معايا. فاهمة يعني قصدي أقول إيه؟ انا فاهمه، مش ممكن هكون مظلومه. انا راضيه يا ممدوح. الكلمة دي تكفيني. فاطمة، عن إذنك لحظة واحدة بس. اسمعوا يا جماعة، تعالوا كلكم. الظاهر ان الليلة دي ليلة كلها افراح في افراح. طبعا كلكم تعرفوا فاطمة صديقة امال الروح بالروح، يعني الاتنين ما بيسيبوش بعض ابدا، في البيت سوا وفي المدرسة سوا وفي الخطوبة كمان سوا. يعني بالاختصار اعلن لكم خطوبة فاطمة والدكتور ممدوح. يا حبيبتي يا فاطمه، ده اسعد يوم في حياتي يا احمد. قلبي هيطير من الفرح. مالك يا أمال؟ أمال! 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 في ايه يا ممدوح؟ بسرعة، أظن من الأوفق ننقلها للمستشفى حالا. النبض اتحسن نوعا لكن لسه ما انتظمش. اديها الحقنه يا دكتور ممدوح. ما قلتليش يا دكتور. والله كان بودي اطمنك لكن ما اقدرش اخبي عليك، الحاله خطيره. تفتكر عندها؟ افتكر كده. مش ممكن. يجوز انا غلطان، وعشان كده اقترح عمل كونسلت مع بعض زملاء الاخصائيين في القلب. كل الاخصائيين اللي في مصر يا دكتور. لكن ازاي توصل للدرجه الخطيره دي وما يكونش عندكم خبر؟ ما هو ده اللي مجنني، مش قادر اصدق انها كانت بتخبي حاجه زي دي عليا انا، عليا انا يا مصطفى. علي بابا. امال، سامحني يا علي بابا. على ايه يا بنت؟ عشان انا كنت بخبي عليك. وليه يا امال؟ يخلصك اني اكون مقصر امام واجبي باعتباري دكتور، وامام ضميري باعتباري واب. هي حالتي خطيرة للدرجة دي؟ لا ابدا يا بنتي، دي حالة بسيطة جدا. طيب خلاص، تزعل ليه بقى؟ علشان مهما كانت الحالة بسيطة، مفيش اب في الدنيا يحب يشوف بنته راقدة في السرير، خصوصا انت. هو ده اللي خلاني اخبي عليك في الاول، لكن دلوقتي حرمت. المرة الاخرانية دي كانت صعبة قوي.
غصب عني من فرحتي. امال فين احمد يا بابا؟ كلهم موجودين بره يا بنتي، اقدر اشوفه؟ بس على شرط مفيش كلام كتير. تقدروا تتفضلوا. امال حبيبتي، سلامتك يا امال. مبروك يا فاطمه، ما لحقتش اقولها. أمال، قلبنا معاك يا أمال. انا كمان قلبي معاكم، بس بخستك شويه. الظاهر مش واخد على الحب ده كله. تعرفوا دلوقتي بس اطمنت. ايوه عرفت قد ايه انتوا بتحبوني. احمد انا بخير، حتى اسال علي بابا. اوعى تعيط. فاكر انت مره قلت لي ايه؟ الحياه علمتني ان الدموع اغلى من اي شيء نبكي عليه. مش ممكن نكون غلطانين. مصطفى، مفيش حد معصوم بالخطأ. ممكن كل واحد يغلط، مش كده يا دكتور؟ ممكن كل واحد يغلط. ليه ما بتتكلموش؟ ليه ما بتردوش؟ اتكلموا، اكدبوا عليا، اخدعوني، قولوا لي انها مش هتموت بعد 6 اشهر. مش هتموت بعد 6 اشهر. دكتور علي، أنا اللي أنقذت الآلاف من الموت. ينكتب عليا أشوف بنتي بتموت قدامي ومش قادر أنقذها. ده ظلم، سامعين؟ ده ظلم، ده ظلم. علي أنا مقدر ظروفك، لكن الأبوة مش لازم تنسيك واجبك كطبيب. بنتك مش لازم تشك في أي حاجة، وما تنساش في مهنتنا الباب دايما مفتوح للأمل. أمل؟ يعني عاوزني أتمنى إنها تعيش 7 أشهر بدل 6؟ هو ده الأمل؟ لا يا دكتور، أنا طبيب زيك وعارف الكلام ده معناه إيه. أنا بكلمك دلوقتي بصفتك دكتور. صحيح الحالة دي ملهاش علاج، صحيح إن العملية ميؤوس منها، لكن الجراحة والطب في تقدم مستمر، وكل يوم في اكتشافات جديدة، ومين عارف؟ مين عارف؟ من هنا ورايح لازم أعيش على الكلمة دي. مين عارف؟ لازم أضحك وقلبي هو اللي بيبكي. أضحك لك يا أمال وأنا عارف إن فاضل من عمرك 6 أشهر. قولوا لي انتم، أجيب القوة دي منين؟ أجيب القوة دي منين؟ الله، أمان! أول تفتيش
بعمله في المستشفى تكون نتيجته ايه؟ دكتور قلبي الخصوصي مشغول بقلب غيري، والله عاد. انا هقدم فيك تقرير لبابا. ايه ده؟ اسم المريضة امال علي صبري. ده الدوسيه بتاعي، لما اشوف بقى حكاية قلبي دي ايه. تسمح يا دكتور ولا عندك مانع؟ ابدا ابدا، بكل ممنونيه. بس مش هتفهمي في حاجه. هعمل زي العيال الصغيرين، هتفرج على الصور. دي صورة قلبي. ايه ده؟ ازاي ترسموه من غير ما يكون حد جواه؟ دي صورة جانبية، بروفيل. والنبي قلبي فوتوجينيك. ايه ده؟ دي ايه ده؟ يا ساتر، عامل زي جبل المقطم. مش فاهمة ده ايه ده؟ ولا دي مش فاهمة، ولا دي كمان. تقارير الكونسولتو. أمال في ايه يا بابا؟ انت فين يا أمال؟ وانا بدور عليكي من الصبح. ومال لونك مخطوف كده يا بابا؟ اصل اتخانقت مع واحد تمرجي يغير لي دمي. طب روق دمك وخلينا في الأهم. الأهم؟ أيوة، احنا دلوقتي في قلبي. ازاي يا ممدوح تخلي الدوسيه ده يقع في ايدها؟ ما انتش خايف بعدين تكتشف السر الخطير اللي احنا عرفناه؟ سر خطير فيه ايه يا بابا؟ ايوه يا بنتي، ما دام اطلعت على الدوسيه لازم اصارحك بقى بالحقيقه كلها. ما لاحظتيش حاجه في الصوره الاولانيه؟ أيوة، كنت لسه بقول إن قلبي فاضي. فاضي؟ ده فاضي؟ بص كويس يا بنتي. في نقط كتير على جنب هنا، وفي نقطة كبيرة في الوسط. فاهمة ده معناه ايه؟ ايه؟ معناها يا حبيبتي ان في شلة غلابة مركونين على جنب، وواحد بس بجلالة قدره هو اللي متربع جوه قلبك. يعني يخلصك ان سي احمد يحتل المساحة الكبيرة دي كلها واحنا نتكون في الركن الصغير ده. انت مش عارفة ان في البلد قانون اسمه قانون تحديد الملكية؟ احنا بنهزر ولا بنتكلم جد دلوقتي؟ بنهزر؟ ده انت هتطلع من هنا على محكمة الغدر على طول. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك انت تخضينا وتوهمينا على الفاضي، وبعد كده تطلع الحكاية كلها فالصو. يلا يلا على البيت قبل ما اجيب لك الشاويش. وانت يا ممدوح ابقى ارمي الدوسيه ده في سلة المهملات. امان افندم، في حاجة واحدة بس. ايه هي؟ الدواء ده خليه دايما جنبك، لما تحس بأي تعب خدي منه حبيتين. حاضر يا بابا. مع السلامة. ربنا موجود والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. مع الأسف أنا دكتور وفاهم الكلام ده معناه إيه. زمن المعجزات ولا يا حمزة؟ ما تقولش كده يا علي، مرضلكش إنك تكفر. الإيمان في حد ذاته معجزة. أنا بطلب من ربنا حاجة واحدة، إنه يخفف عنها الألم، ولما يحين أجلها ما تتعذبش. إيه رأيك يا حمزة؟ مش واجب نطلع أحمد على الموضوع؟ لا، أنا رأيي خلاف. يعني نديله عروسة يزفها للقبر؟ يا راجل حرام عليك، ولكل أجل كتاب. بس هنقول له إيه ونعد له إيه؟ دول أرواحهم متعلقة ببعض من صغرهم، حتى الموت ما يفرقهمش. طيب وإيه العمل؟ العمل خير البر عاجله، قليل ولا كتير اللي فاضل من عمرها لازم يكون أسعد أيامها. ومن رأيي إن الزواج يتم في أقرب فرصة. وأحمد هنقنعه إزاي؟ ما احناش هنغلب. أنا راح أقوم ألبس وأروح وياك مصر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أحمد. أفندم. أنا ليا رجاء عندك. تحت أمرك يا دكتور. إيه رأيك يا ابني؟ إحنا اتفقنا نقدم ميعاد الفرح. والله كان بودي، بس يعني أنت عارف ظروفي يا دكتور. احنا عارفين وفاهمين، انما بقى الحكايه مش غريبه، والدكتور علي عزيز علينا، وما دام كرامتنا يا ابني محفوظه ما يصحش نرفض له طلب. طيب وحددتوا الميعاد امتى؟ بعد شهر. شهر واحد؟ مش معقول. أحمد، أنت عارف يا ابني
انا ماليش في الدنيا غير امال. طول عمرها ماليه عليا البيت، وكل اللي بطلبه اني ما اتحرمش منها كده مره واحده. في مانع عندك يا ابني انكم تتجوزوا وتقعدوا معايا هنا في البيت لحد ما ترتب نفسك؟ بس هيكون ايه المانع يا دكتور؟ احنا متفقين، وعلى رأي المثل زيتنا في دقيقنا، ولا فيش حد غريب، مش كده يا احمد ولا ايه؟ والله اللي تشوفوه. انا طبعا ما اقدرش ارفض لك طلب يا دكتور، بس يعني ليا رجاء. ايه هو يا ابني؟ ما اقدرش اوعدك اني هقعد هنا اكتر من 6-7 اشهر، لاني 6 اشهر كفايه يا ابني، وانا مش طمعان في اكتر من كده. وتاكد اني مش هنسالك الجميل ده ابدا. طيب اسمحوا لي ابلغ امال. ايوه يا ابني، ايوه، اتفضل يا حبيبي. هي يا احمد، طمني، اتفقتوا على ايه؟ الدكتور من رايه نعمل الفرح بعد شهر. ياه، يعني لسه فاضل 30 يوم؟ 30 يوم بس، تصوري. ما اعرفش مستعجلين ليه. ليه؟ امال فين امال؟ نزلت من شويه تتفسح في الجنينه. طبعا اذنكم اروح اشوفها. اتفضل. يا بختهم. كانوا عايزينك في ايه يا احمد؟ خلاص يا ستي، هيجوزونا بعد شهر. شهر؟ وبيتنا اللي لسه ما خلصش. هنقعد هنا 6 اشهر لحد ما يجهز. قول لي يا احمد، بتحب الولاد؟ طبعا بحبهم جدا. وانا كمان. عشان كده هنجيب كل سنة واحد يبقوا زي الكتاكيت حوالينا. تعرف، هسميهم كلهم احمد. احمد نمرة 1، واحمد نمرة 2، واحمد نمرة 3، واحمد نمرة 12. 12. طبعا عشان نكمل الدس. بعدين يكبروا هما كمان ويخلفوا اولاد كتير، وتبقى انت عجوز واجي لك انا بشعري الابيض ونقعد في وسطيهم وتقولي فاكرة، اقول لك فاكر. ممدوح، ايوه. بتفكر في ايه؟ انا ولا حاجه ولا حاجه ابدا. انا عارفة بتفكر اننا زي ما اتخطبنا في يوم واحد معاهم نتجوز برضه في يوم واحد معاهم. مش ممكن. المره دي هنسيبهم يسبقونا شويه. ليه يا ممدوح؟ كده انا ما اقدرش اتجوز قبل 6 اشهر. 6 اشهر؟ ايوه، ويمكن بعد كده كمان. الساعه بقت 10. امال، امال. ايوه يا ممدوح، احنا جايين. ممدوح، الساعه بقت 10 يا امال. طب وماله؟ ميعاد النوم. ايه هو احنا فراخ؟ ولا كتاكيت؟ قول له لاحظي يا امال انك خارجه من المستشفى بقالك يومين. لا ده صحيح، احسن تطلعي تستريح. وتعرفي لو سمعت الكلام الليله هعزمكم كلكم بكره على سهره رقص وعشاء ومزيكا. صحيح؟ اه والله. في الحالة دي ما اقدرش اكسفك ابدا. طالعة معايا يا فاطمة؟ ايوه. تصبح على خير. وانتم من اهله. وانتم من اهله. ايه يا ممدوح، هتيجي تروح معايا؟ لا، انا هقعد مع الدكتور علي شويه، في شغلانه بسيطه لازم نخلصها. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. ممدوح، عاوزني في حاجه الليله يا دكتور؟ ممدوح، انا اطلعت على التقرير اللي جه من امريكا. معاك حق، ما لقيتش فيه اي شيء جديد يفيدنا في حاله امال. وعلى فكره انا مش عارف اشكرك ازاي. العفو يا دكتور. التقارير اللي بتكتبها كل يوم عن حاله امال الصحيه دراسه ممتازه لها قيمتها، وما كانتش تفيد امال فعزانا انها تفيد غيرها في المستقبل. امال طلعت اوضتها مش كده؟ ايوه، الليله دي قدرت اقنعها تنام بدري. تنام بدري؟ ما اظنش. امال يستحيل تنام قبل ما امسي عليها. تلاقيها دلوقتي قاعده تدردش مع فاطمه. قول لي، اتفقتوا يا فاطمه خلاص؟ على ايه؟ على انكم تتجوزوا كلكم في يوم واحد. جيت للحق يا دكتور، مش في امكاني. ان كنت عامل حسابي يا ابني فانتم كلكم اولادي. مش الفكره، انا لازم اتفرغ للعنايه بامال. لكن ارجوك يا دكتور، اللي املى عليا القرار ده مش واجبي نحو امال بس، بل واجبي كمان نحو فاطمه. اذا اتجوزتها ازاي نعرف معنى السعاده وانا عارف اللي عارفه؟
اللي تشوفه يا ابني. ودلوقتي ارجوك روح استريح، تصبح على خير. وانت من اهله. انا الليله دي مش هعرف انام من فرحتي، وانا مش هعرف انام من زعل. ليه؟ كان منى نتجوز في ليله واحده، لكن ممدوح قال لي مش ممكن يقدر يتجوزني قبل 6 اشهر على الاقل. 6 اشهر؟ ليه؟ مش عارفه، لهجته كانت غريبه قوي معايا. متهيألي في حاجه شغله وبيحاول يخبيها عني. ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ غريب ليه؟ مش انا اللي اترميت عليه؟ مش زهرة اللي احرجته؟ انا متاكده ان دي كلها اوهام ملهاش اي اساس. اذا كنت تحبي اخلي بابا يفتحه في الموضوع. ارجوك يا امال، انا لسه ما ضيعتش كرامتي كلها، وما اسمحش ان اي مخلوق يجيب لممدوح سيره الحكايه دي. علي بابا. انتوا لسه صاحيين لحد دلوقتي؟ طبعا انت عارف ان مش ممكن ننام قبل ما تيجي تمسي علينا يا سي علي بابا. تصبح على خير يا عم. تصبحي على خير يا بنتي. هنا هنا. تصبح على خير يا علي بابا. الله، بابا انت بتعيط ولا ايه؟ انا ابدا يا بنتي. انا شايفه الدموع في عينيك. دموع؟ صحيح. اصلي كنت بفكر في حالي لما تتجوزي وافضل انا هنا في البيت الكبير ده لوحدي. احنا مش اتفقنا يا بابا هنقعد معاك 6 اشهر؟ وبعد 6 اشهر يا امال بعد كده هتنساني. انساكي؟ انا انساكي يا امال؟ تراهن بكره الكتاكيت هيشغلوك، لما تشوفهم بيلعبوا حواليك هتنسى امال. لكن ما تخافش، انا مش هزعل منك ابدا، عشان عارفه اللي في قلبك. وانا كمان يا بنتي عارف اللي في قلبك. ربنا ما يحرمنيش منك. تصبحي على خير يا امال. وانت من اهله